عمرك كنت تعرفي ان الزراير في الهدوم في الرجاله موجوده في ناحيه غير الستات؟ ده بجد؟ في الستات بتبقى موجوده على الشمال وفي الرجاله بتبقى موجوده على اليمين. ده عنصرية بقى عنصريه وجو ليه؟ هو بقى احنا كده مميزين يعني؟ الستات في الشمال يعني في الطريق الغلط، والرجالة always right، والجو ده. ايه الهبل ده؟ انا عارفة الموضوع الشغل ابسط ده من كده كويس جدا اساسا. الموضوع ببساطه في الثمانينات مش في الثمانينات ايه، مش في عارفة. ال 1800 في ال 1800 كان دايما الستات عندهم ميد يعني، عشان حد يقول لي ايه الميد ده وايه اللي انت بتقوله ده؟ خدامه يا معلم. كان عندهم خدامه، فالخدامه دي دايما هي اللي بتساعدهم في الهدوم، فعشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبه للخدامه نفسها فبيحطوا الزراير ناحيه الشمال عشان تعرف هي تربطها بسهوله. بمعنى ايه؟ الزرار لما يبقى موجود على ناحيه الشمال كده بيبقى اسهل للشخص اللي بيحطه، فاهمه؟ يعني انت ايدك كده اهو، احنا عندنا مثلا بيبقى في اليمين، فبيبقى اسهل لك تحطه كده، بيبقى اسهل لها هي وهي وشها ليها يعني. بحاول افهم. بتحاول افهم ايه؟ بحاول افهم. كان بيبقى اسهل لها هي كشخص بيلبسك، اسهل له ان الزراير تبقى موجوده على الناحيه دي. لكن الرجاله طبعا يعني غلابه ما كانش بيلاقوا حد يلبسهم ولا اي حاجه، فكانوا بيلبسوا بنفسهم، فكان الاسهل لهم ان الزراير تبقى موجوده ناحيه اليمين، بحيث بيبقى اسهل الزرار يبقى ماسكه بايده اليمين ويحطه في الفتحه كده ويقفل الزرار وخلاص. طب وليه لحد دلوقتي بيعملوها بالطريقه دي، مع ان خلاص يعني ما كل هو واحد بقى بيعرف يلبس؟ بعد فتره بقى بقت خلاص، بقت حاجه زي عاده كده في التصنيع، وعاده في كل حته، ان خلاص بقت الستات لما يجوا يصنعوا لها حاجه وبداوا يتبعوه خلاص. بالظبط ده كده، سلو بلدنا. بالظبط سلو بلدنا في الفاشينيستا، ان الستات يبقوا على الزراير على الشمال والرجاله يبقوا الزراير على اليمين، عشان انا لما احط لك الزرار على الشمال بالنسبه للستات، فلما يجي حد يلبسها لك هيبقى الزرار بالنسبه له على اليمين فهيبقى سهل. طب ما هما كده بيصعبوها على الستات اللي هي بتلبس لوحدها يعني. والله لو عندك مظلمه قدميها، انا ماليش دعوه. اقدمها فين انا بس؟ انا انا بقول حقائق. لو اي حد عنده اي مظلمه يا جماعه يكتبها لنا في الكومنتات.